استنى استنى ما تمشيش. سمعت عن كتاب بيتكلم؟ طيب عن فانوس جواه أرواح من الماضي في رمضان لسه شوية من سحر آتي. يا عم المسحراتي، أساطير أساطير. وفعلا هنا هتسمع عن حاجات غريبة بتطير في برنامج من سحر آتي. يا مساء الفل والروقان على سميعة مونيكروفون، معاكم مونيكا ميشيل، وجي وقت طبلة جديدة من برنامج من سحر آتي. طبلة النهاردة هتاخدنا نعيش سحر أسطورة رمضانية جديدة. هنسمع حكاية شباك، شباك، بس مش شباك عادي. تعالى نعرف الحدوتة. هنروح لمدينة وسط الصحراء فيها بيت غامض، الكل خايف منه وخايف يقرب له. بيت معمول من الحجارة السوداء ومقفول بقاله سنين طويلة. كل الناس كانت بتقول اللي يفكر يقرب من البيت ده أكيد هيحصل له حاجة غريبة، لأن في ليلة واحدة بس في السنة من ليالي رمضان بتكون ليلة مش معروفة، بتيجي بالصدفة. بيظهر في الحيطة من حيطان البيت شباك سحري، لو بصيت فيه هتشوف لمحة من مستقبلك. الحكاية دي محدش كان مصدقها قوي لحد ما حصلت مع شاب اسمه خالد. كان معروف في المدينة بفضوله اللي ملوش حدود، كان دايما بيسأل عن كل حاجة ومستعد يعيش أي مغامرة. وفي ليلة وهو ماشي في الشوارع بعد الفطار شاف نور غريب جاي من بعيد، كأنه بيقوله تعالى. قرب ولاحظ ان النور جاي من البيت المهجور. وقف قدامه وفجأة ظهر شباك على الحيطة اللي واقف قدامها، ونوره عامل زي نور القمر. خالد مسمر مكانه ومتردد يدخل ولا لأ، بس فضوله ما منعوش، كان أقوى من خوفه. قرب وبص من الشباك، لقى حاجة غريبة. شايف نفسه، أيوة نفسه، بس بعد 10 سنين. شايف إنه واقف على قمة جبل، حواليه ناس بتسمع كلامه هو بس، وكأنه باين عليه القوة والذكاء، ولكن كان لوحده ومفيش حد حواليه، لا صحاب ولا قرايب. المنظر اختفى فجأة والشباك قفل كأنه عمره ما كان موجود. وفي اللحظة دي خالد رجع لبيته، بس مش قادر ينسى اللي شافه من كتر الصدمة. فضل يسأل نفسه، يعني أنا هنجح بس هخسر الناس اللي بحبها ولا إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. ومن يومها قرر إنه مش هيخلي طموحه يعميه عن الناس اللي بتحبه بجد، وهو كمان بيحبهم. ومهما وصل عمره ما هينسى اللي كانوا معاه من البداية. ومن ساعتها الناس فضلت تحكي عن الشباك السحري اللي بيظهر بس في رمضان، وحظك ونصيبك في الليلة اللي هيظهر لك فيها. وإنه مش مجرد شباك عادي، ده عبارة عن فرصة يا تاخدها وتتعلم، يا تسيبها وتفضل تايه في الدنيا. قولي انت بقى، لو عندك شباك زي ده تحب تتمنى تشوف ايه من خلاله؟ حاجة عن المستقبل ولا حاجة عن الماضي ولا حاجة عايز تعيشها في عصر معين؟ قولي تحت في الكومنتس. وهنا سكت صوت طبلتنا النهاردة. استنوني بكرة في نفس الميعاد في برنامج من سحر آتي، هنعيش سحر أسطورة رمضانية جديدة الساعة 6:15 بالظبط. كنت معاكم مونيكا ميشيل على مونيكروفون. من سحر آتي، من سحر آتي، من سحر آتي، من سحر آتي. هنا يوماتي من سحر آتي.